خلص ماتش الزمالك وفاركو 1-0 للزمالك بهدف شيكو بنزا. فاركو بيلعب تقريبا من الدقيقة حاجة و50 أو أواخر الخمسينات، ب10 لعيبة. الزمالك أضاع فرص كتيرة، ولكن أداء الزمالك هفضل أقول لك أداء الزمالك أداء وحش جدا. مش ده اللي هيكمل معاك. ناس كتير هتقول لي ده لسه المدرب. طبعا المدرب لعب ماتشات مع الزمالك، مش شايف تحسن في الاداء. واللي شايف تحسن في الاداء يقول لي احنا بنلعب كرة قديمة، كرة قديمة. بنلعب بيلد اب من قدام المدافعين، ودي كور سهله. لازم تلعب الكوره اسرع من كده، واللعيبه تتحرك اسرع من كده، يبقى في جمل تخلي المدافعين مش تديها احتمالات انت هتلعب فين. لكن الكوره ترجع لورا باصي، بنلعب قدام عيون المدافعين، مش هتعمل هجمات. لازم الكرة تبقى اسرع، ولازم اللعيبه تتحرك لبعض، واللعيبه تروح. شيكو بنزا لازم يخش لجوه اكتر، يعني يجي من الطرف لجوه، وبنتايك ياخد الخط. ونفس الكلام مع الفينا، عمر جابر يفتح له الخط والفينا يضم لجوه. ولازم عبد الله السعيد وناصر يبقوا واقفين على منطقه الجزاء، يوزعوا لعب، وواحد فيهم يخش برضه لجوه. مع عدي الدباغ، انا بلاقي عدي الدباغ لوحده وسط اتنين، واللعيبه كلها واقفه حوالين منطقه الجزاء، واللي واقف بره. الكره الوحيده اللي دخل فيها شيكو بنزا جوه ال 18 جه منها الهدف من غلطه منهم. فلو فيريرا هيفضل بالاداء ده وبالاسلوب ده، احنا مش هنعمل حاجه خالص. ناس هتقول لي انت متشائم وانت شايف، بس انا بقول لك اللي انا شايفه. مفيش جمل حلوه. احنا لولا الطرد ما كناش هنعمل هجمات على فكره. يعني احنا الشوط الاول تقريبا شوط سلبي جدا. الشوط الثاني لولا الطرد ابتدينا نشتغل اكتر.